يحب النبي يصلي عليه. صلي على النبي يا مرة يا حلوة منك ليه. المهم جوزي جارفني وعمال يقول لي اعملي لي الكنافة اللي طالعة جديد اللي اسمها المكشوفة ولا المفشوخة ولا المقلوبة ولا مش عارفة نيلة ايه اللي احنا فيها دي، ومصمم لازم نعملها له. قلت له روح لامك تعملها لك. قال لي لا انا من اول رمضان وانت ما عملتيش حاجة حلوة ونفسي فيه. وقعد يتعارك معايا والناس اتلمت قالوا لي خبره يا ام ابراهيم انت هتخيبي ولا ما تعملي لجوزك اللي هو عايزه، مش احسن ما يروح يتجوز عليكي وترجعي تعيطي. بيني وبينك فكرت فيها كده وقلت لا ما بدهاش، نجيب شويه الكنافه ونفتفتهم كده فتافيت ونحطهم في معلقتين سمنه ونحمرهم ونشوف هنعمل ايه. وكان عندي شويه كريمه ما نقول لكمش بقالهم يجي 70 80 سنه، رحت مفضياهم في البلاستيقايه ريحتهم طلعت عليا خمه، بس قلت مش مشكله نحليهم بشويه حليب وخلاص. ورحت مشغله المضرب بقى ونازله عليهم فركه هريت جتة امهم لحد ما بقوا معاي زبدوه خالص لفوا كده وبقت احلى كريمه. قعد يحتب عليا جوزي ويقول لي انا ما شفتش معاكي حاجه حلوه من اول الشهر ما بدا حنكي مرر عشان تعملي لي قرصين كنافه ولا صبع قطايف ولا اي حاجه، ما شفتش منك غير الخرا يا ام ابراهيم. قلت له لا ده انا هنوريك الحلو كله. ورحت داخله بقى عامله شويه الشربات ونازله بيهم على فتافيت الكنافه، قلب 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 لحد ما تتشرب معاكي وتمسك في بعضها كده عشان تطلع احلى مكشوفه برضه. ورحت مقلباها تقليبه حلوه بقى ما نقول لكمش لما ام ابراهيم تحط حاجه في دماغها بتطلع معاها زي العسل. ورحت جايبه حله كبيره وحله صغيره، دخلت الحله الكبيره فيها من ورا وقعدت نحشي بقى نحط من هنا وزي ما تكوني كده بتليسي جله ليسي من ورا ومن قدام لحد ما تكبس معاكي كده وتبقى 100 100. هي الوصفه معروفه كده يقول لك عليها قال الكنافه المفشوخه. مفشوخه مفشوخه هو انا يهمني حاجه ده انا نفشخ امها. ورحت ماسكاها بقى كده شده منها الحله اللي جواها بقت فحره كده خرم خازوق كبير كده. رحت دهنها بالفراوله كده اول راجه ترصي راجه فراوله طرنشات حتت كده صغيره على طول. عندك فراوله حطي ما عندكيش حطي ان شاء الله تحطي خرا مش مشكله. مش مشكلتي انا بقى ما تجرفونيش في عيشتي عشان انا خلقي ضيق بس من البتاعه دي. وجبت شويه الكريمه بقى اللي انا عملتهم كده ورحت ماسكاهم كابساهم كبسه في قلب العلبه. امليها هو انت يعني هتمليها لحد غريب؟ ما انت هتمليها ليكي ولعيالك وانت اللي هتطفحيها انت وعيالك، يبقى ما تستخسريش حاجه في نفسك ولا يكونش انا اللي هنيجي ناكلها. ورحت جايبه شويه فراوله بقى كده صغيرين مخرطتهم خرط نونو نونو وحطاهم على الوش كده. المنظر والشكل طلع حكايه. هنا بقى بصراحه انا خرطتها على طول، هي المفروض تتحط في التلاجة ساعه ولا ساعتين بس كان خلاص السحور جرب وكنت عايزه ناكل منه لان نفسي كانت هفاني عليها قوي ومستعجله بقى. رحت غرفه حته على طول ورحت ضيقاها لقيتها قشطه القشطه ولوز اللوز حاجه بقى اطعم من الموز. جربوها وقولوا لي هتعجبكم قوي.